النهاردة بقى أنا جايبة لكم حلة اختراع. الحلة دي ممتازة ممتازة ممتازة. حلة الرز اللي بالكهرباء. شايفين الرز ما شاء الله عامل ازاي؟ حلو جدا ومفلفل. هقول لكم على كل حاجة فيها وهقول لكم ازاي يطلع معاكم الرز بالحلاوة دي. أول حاجة عندي الحلة دي زي ما انتم شايفين كده. هقول لكم على المكونات بتاعتها وأقول لكم على كل حاجة فيها. الحلة دي السعة بتاعتها 4 لتر. بس أقصى حاجة ممكن تحطوها فيها هي 1800. خلاص. بتحافظ على الأكل إنه يفضل سخن، يعني بعد ما بتفصل بتفضل الأكل فيها سخن. وبتفضل شغال على البرنامج بتاع التدفئة. الكهرباء بتاعتها زي ما انتم شايفين كده 50 60. هي 700 واط. يعني بتشتغل في مصر عادي جدا. يعني أنا دايما لما باجي أجيب جهاز لمصر بجيب جهاز يكون الكهرباء بتاعته 50 60 عشان أضمن إن هو يشتغل في مصر. خلاص. أول حاجة زي ما انتم شايفين كده الزرار ده اللي بنشغل منه. الزرار ده لو نزلناه لتحت هيشغل على برنامج اللي هو الأحمر، اللي هو برنامج الطبخ. لما الحلة بتفصل ولما بتخلص تسوية بتنقل على البرنامج اللي جنبه اللي هو البرنامج بتاع التدفئة. بتفضل عليه لحد ما انت خلاص تفصليها. الفتحة اللي فوق دي فتحة البخار، بتطلع البخار طول ما هي بتطبخ. خلاص كده تمام. الفتحة اللي ورا دي، الجزء اللي ورا ده يعني زي كوباية كده أو حاجة بتضغطي عليها. لأن انت لما بترفعي الغطا بتاع الحلة بينزل هو البخار اللي هو عمله. فالبخار ده بينزل فين؟ بينزل في الحتة اللي انا فكيتها دي. ممكن ان انت تشيليها وتغسليها وتفضي منها البخار، او ممكن انت تسيبيها وهي بتنشف لوحدها. بس ما يعني يستحسن ان انت تفضيها عشان من باب النظافة وان هي ما تراكمش فيها اوساخ او كده. عايزه اقول لكم كمان المسمار اللي جوه ده ممكن تفكوا منه الغطا ذات نفسه لو انتوا حابين ان انتوا تغسلوه لو في اي مشكله او كده. ده الكتالوج بتاعها بيعرفك على كل حاجه فيها. هي صناعه صيني بس ما شاء الله جودتها ممتازه. هنا زي ما انا قلت لك الحاجات بتاعتها، هيقول لك التعليمات، هيقول لك الملحقات بتاعتها. انا هحاول ان انا اثبت لكم الصوره شويه عشان لو حد حابب ياخد ليها سكرينات ويدرسها كويس قبل ما يجيبها. النوع ده كويس جدا، انا جربته. ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، حلو جدا. ده كده كوب معياري بتقدري بيه ان انت تحددي كمية الرز اللي هتستخدمي فيها. على فكرة هي بتعمل حاجات كتيرة مش الرز بس. بس انا خلينا دلوقتي نبدأ ان احنا نعمل فيها الرز وبعد كده ممكن نبقى نعمل فيها وصفات تانية. دي الفيشة بتاعتها وكمان بيجي معاها المعلقة اللي هي اللي انتوا شفتوها اللي هي البلاستيك دي. طبعا ده بلاستيك حراري عشان تقدري تقلبي بيها والحلة من جوه ما تتجرحش. المصفى دي ممكن تستخدميها ان انت تحطي عليها خضار او تحطي عليها فراخ او سمك وتسويه كمان مع ال ال الرز بتاعك. دي حاجات يعني هي المصفى عايزة الحاجات اللي تسويتها يبقى تسويتها قريبة من تسوية الرز. زي ما انتم شايفين كده متقسمة من بره كده لمعيار، وكمان في من جوه نفس التقسيمة دي عشان تقدري تتحكمي انت هتحطي كمية رز قد ايه، هتحطي كمية مية قد ايه. وطبعا زي ما انتم شايفين كده هي من جوه تيفال. تيفال نوع نظيف يعني مش بيقشر بسهولة. خلاص هي ما شاء الله عميقة تاخد كمية محترمة يعني من الرز. عايزة اقول لكم ان في كمان واحدة صاحبتي قالت لي ان هي جربت فيها المحشي. بس انا صراحة ما جربتش فيها. زي ما انتم شايفين كده ده كده الزرار بتاع التسخين بتاعها. طبعا لما بتحطي الحلة وبتضغط على الزرار ده بتبدأ ان هي تسخن وبتبدأ ان هي تطبخ. الغطا بتاعها زي ما انتم شايفين كده بيبقى محكم في جلد كده عشان يحكم البخار بتاعها وان هو يسوي في وقت اسرع. زي ما تكون مثلا حلة ضغط او حاجة زي كده. بس طبعا هي مش حلة ضغط يعني مش هنسوي فيها اللحمة. المهم دلوقتي انا حطيت فيها الرز. انا ده الكوب اللي انا استخدمته في المعيار بتاعي. هغسل الرز بتاعي بقى زي ما انتم شايفين كده. هغسله بعد كده هقول لكم هنعمل فيه ايه عشان نطبخه. هنا بعد ما غسلت الرز بتاعي، انا من الناس اللي بتحب تنقع الرز قبل ما تغسله. سوري، بتحبي تنقعه قبل ما تطبخه. هضيف بقى الملح بتاعي. طبعا كمية الرز على قد اللي انت هتحطيها، على قد اللي هتكفيكي يعني، وتظبطي الملح بتاعك. وبعد كده بضيف المية وبضيف الزيت وبحطها وبنقعها شوية. وبعد ما بنقعها ببدأ ان انا اسويها. خلاص كده. تقدروا كمان ان انتوا تشوحوا فيها الرز. لو انتوا عايزين بتشغلوها على برنامج التسخين اللي هو برنامج الطبخ. وتقدروا ان انتوا تشوحوا فيها الرز، تقدروا ان انتوا تعملوا فيها رز بشعرية. زي ما انا بقول لكم كده ارتفاع الميه يكون فوق الرز ارتفاع عقله من الصباع عشان يطلع معاكم الرز مظبوط ومفلفل. بس اهم حاجه واحسن حاجه لتسويه الرز ان انتوا تنقعوه شويه، والله بيفرق جدا في الاكل.
أنا دلوقتي هانقعه، هاحط عليه الزيت وحطيت عليه الملح وهانقعه شوية، وبعد كده هاوريكم دلوقتي وأنا باسويه. زي ما قُلت لكم تقدروا إن أنتم تحمّروا فيها شعرية لو أنتم عايزين تعملوا رز بشعرية، وبعد كده تضيفوا الرز عادي جدًا وتسووه. هاسيبه بقى زي ما أنتم شايفين كده، هاسيبه في الحلة لحد ما يتنقع شوية، يعني أقل حاجة نُص ساعة، وبعد كده هاولّع عليه. هنوصّل بقى الفيشة بتاعتنا. طبعًا هي فيشة ثلاثية، فبتحتاج اللي هو المشترك الثنائي ده عشان إن إحنا نقدر نستخدمها، أو لو عندِك فيش ثلاثية في البيت هتستخدميها بسهولة. خلاص كده، هابدأ بقى دلوقتي إن أنا أشغّلها. هي دلوقتي على برنامج التسخين الناحية اللي هي كانت الناحية التانية، أنا دلوقتي شغّلتها على برنامج اللي هو cook rice، اللي هو برنامج الطبخ يعني على الأحمر ده. هاحاول إن أنا أسرّع لكم الفيديو عشان تشوفوا هي بتفصل لوحدها إزاي. هي طول ما هي بتستوي، طول ما الرز بيستوي بتفضل على البرنامج الأحمر. أول ما البرنامج الأحمر ده بيفصل وينقل على الأصفر اللي جنبه زي ما أنتم شايفين كده، يبقى كده الرز اللي جوّه استوى. هتلاقوا الزرار كان أنا كنت مشغّلاه لتحت وهي بتطبخ، هتلاقوا الزرار طلع لفوق ونقل على البرنامج الأورنج اللي جنبه ده. كده تعرفي على طول إن الرز بتاعِك استوى. في المرحلة دي الرز هو مش هيتحرق أبدًا، هو خلاص هو على برنامج التدفئة بتاعته، بيفضل على برنامج التدفئة ده لحد ما أنتِ تفصلي الحلة. بيفضل الرز بتاعِك سخن زي ما أنتِ شايفة بالشكل ده كده. ما شاء الله شايفين الرز مفلفل ومش لازق خالص. أنا باحاول إن أنا أجيب لكم الأرضية بتاعتها، شايفين الأرضية بتاعته مش لازق، مش متحمّر، مش واخد لون ولا أي حاجة خالص. تسويتها ممتازة جدًا، جدًا، جدًا. فعلًا حلوة جدًا. عايزة أقول لكم إن في منها أنواع مختلفة، بس أحسنهم النوعية اللي هي دي، الغطا بتاعها لازق فيها بالشكل ده، لإن في منها الغطا بتاعها منفصل. عايزة أقول لكم إن هي مش عملية أوي، وغير كده إن هي ما بتسويش بالسرعة بتاعة دي. دي محكمة شوية فبتسوي أسرع وبتديكِ نتيجة أحسن. معايا كده فاهمينّي؟ أنا بقى هاسيبها على برنامج التدفئة ده لحد ما آجي أطلّع الرز منها، ما شاء الله ولا هيحصل له أي حاجة. هافصل بقى الكهربا ودلوقتي هنغرف مع بعض الرز وأوريكم الرز بتاعها عامل إزاي. زي ما قُلت لكم الرز بتاعها كان مفلفل جدًا. طبعًا ده بيتطلب إن أنتِ تضبطي المَيّة بتاعتها من البداية، وبعد كده بتسيبيها لحد ما تستوي براحتها وهتفصل لوحدها. في منها أنواع مختلفة، أنا جِبت النوع ده. شُفت كمان نوع اسمه إيكون. مش عارفة حاساه ممكن شوية يكون زي النوع اللي هو إليكتا ده. أتمنى إن شاء الله إن أنتم تجربوه ويعجبكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير. باي باي.